السلام عليكم. اليوم عندنا طبخة الشيخ محشي على أصوله. راح نجيب أول شي قرع وباذنجان. القرع راح أقشره بطرف القشارة، ما مو بنص القشارة حتى ينطيني شكل حلو. والباذنجان راح أشيل الراس مالته أغسله زين، بعدين راح أقطعه بالنص. يعني لازم ما تكون كثير صغار. بعدها راح نجيب نحفر الباذنجان والقرع، ويكون الحفر مو كلش رقيق، لأن إذا وقت ما راح نقليها راح يصير عندنا يابس، وبالطبخ راح يكون رقيق كلش ما طيب يطلع. بعدين فقرة كلش مهمة انه احنا راح نملح القرع والباذنجان بالملح، بعدين راح بالطرف الإصبع راح نوزعها كلها على للأسفل، يعني يصير نوزع الملح على الباذنجان والقرع. راح نجيب زيت نخليه على النار يصير حار شوية، بعدين راح نضيف القرع والباذنجان نقليهم نص تقلام مو كامل يعني. بعد ما يتغير لونه شوية انتو سووا أقل، هاي شوي يعني هم نسيته شوي صار أكثر، بعد أقل يكون أفضل. بعد ما راح نقليه راح نحضر الحشوة، شوية زيت ولحم، بس يتغير لون اللحم ويدب المي مالته كلها. راح نضيف بصل. البصل أنا جبت بصل أخضر، تقدرون بصل العادي هم تخلوه، بس بصل أخضر يطلع أطيب وياه. هنا بدأ يتغير عندي اللون مال اللحم، راح أستمر إنه أقلبه إلى أن مي كل المي يطلع ويصير زين اللحم. البهارات راح نضيف شوية فلفل أسود، بصل الأخضر هذا سويت بصلتين تقريبا ترمته. راح نقلبها زين بحيث يذبل البصل ويا اللحم. راح نضيف الملح آخر شي تقريبا، ونبقى نقلب بيه إلى أن اللحم إذا أكو باقي من عنده بعد أحمر لازم يستوي زين كامل. هسه عدنا استوى اللحم والقرع والباذنجان، صار عدنا جاهز. راح نبدأ نحشي، والحشو يكون مو للكامل، بس يعني نحشيها تقريبا 3/4 الباذنجانية أو القرع. راح أجيب طماطة أخلي بيه شوية مي، هاي للصوص، أضربه بالخلاط. بعدها راح أضيفه بجدر وأخليه يغلي على النار قبل إضافته للشيخ محشي، لأن أصلا هو تقريبا مستوي الشيخ المحشي، ما يحتاج طبخ كثير. فأغلي هاي الطماطة أسرع حتى يستوي. هنا بعد ما غليتها راح أضيفها فوقه فلفل، طبعا ضفت هنا فلفلاية واحدة قسمتها بالنص، حلو أو حاد حسب الرغبة. راح أضيف هسه هاي مي الطماطة اللي سويناه. طبعا أكو ناس يضيفون إلها تمن، أني ما أحب أضيف لها تمن، يعني وحسب الرغبة. بس هي الشيخ المحشي من اسمها شيخ محشي يعني لحم بس. هسه بعدها راح أضيفها للطباخ وأخلي ثقل فوقها، وراح أخلي معجون، وورا ما نخليها للطباخ ورا ما تغلي نشوف الملح مالتها شلونه، وما نكثر ملح لأن الباذنجان والقرع بالبداية خلينا لهم ملح. بس تبدأ تغلي بعدين راح تنشف شوية، راح نشيل الثقل من عندها وراح نصبها للتقديم. كلش طيبة، أنصحكم بتجربتها وألف عافية. هذا ملح ضفت بعدين حسيتها شوية فاهي خليت ملح، بس طوقوه أول شي.